أهلا بكم مشاهدينا في هذا العرض الإخباري الذي يأتيكم من القناة الإلكترونية لنادي الجيش الملكي، وهذه أبرز العناوين. زعيم الأندية المغربية يسقط بضربات الترجيح أمام المغرب الفاسي في ربع نهائي كأس العرش. أمل الجيش الملكي يتألقون وينتصرون بالثلاثية على أمل جمعية سلا في البطولة الوطنية. صغار الجيش الملكي لكرة القدم يواصلون التألق ويحصدون انتصارا آخر على حساب الجمعية الرياضية السلوية. كانت هذه العناوين وإليكم التفاصيل. في مباراة اعتبرت الأقوى خلال هذا الأسبوع، سقط زعيم الأندية المغربية في المباراة التي جمعته بنادي المغرب الرياضي الفاسي برسم ربع نهائي كأس العرش عقب فوز الأخير بركلات الترجيح بمجمع الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط. هذا وظلت النتيجة متعادلة إلى آخر الدقائق، والتي باغت فيها نادي المغرب الرياضي الفاسي الجيش الملكي بهدف قاتل في الدقيقة 90 لينتقل الفريقين لضربات الترجيح، والتي فاز بها الفريق الفاسي ب4 ركلات لركلتين. وعلى الرغم من هذا الإقصاء، ظل نادينا الطرف الأفضل خلال المباراة من خلال تضييع لاعبيه للعديد من الفرص. يشار إلى أن لقاء الذهاب انتهى لصالح الجيش الملكي بهدف ل0 سجله نجم فريق الجيش الملكي عبد الرحيم الشكير. هذا وعبر عبد الملك العزيز مدرب الجيش الملكي عن خيبة أمله الكبيرة بعد الإقصاء من ربع نهائي كأس العرش بضربات الترجيح، وأضاف أن لاعبيه قدموا مستوى كبيرا حيث سيطروا على المباراة وأضاعوا أكثر من 12 محاولة حسب تعبيره أمام خصم اكتفى بالتراجع للخلف والتسجيل من المحاولة الوحيدة التي صنعها مهاجمها. إليكم مشاهدينا التصريحات التالية والتي تم استقاؤها من خلال الندوة الصحفية عقب المباراة. لنتابع. الصديق ديالي والزميل ديالي ما بغيتش نرد عليه في الاسئله ديالو اللي قال، نخليها هكاك، لان كنتوما غادي تشوفوا واش يلاه 20 دقيقه اللي بنا حنا بدينا من البدايه ديال المقابله، وحنا جالسين تنراطيو في البيوت. منين بدينا 4 في بريمير ميطون، والدوزيام ميطون تقريبا شي 6 ولا اكثر. هذا فالفريق كان غادي بخطى ثابته وبخطه صاعدي. يعني بكل صراحه اللاعبين فاش يشوفوا الاهداف تهدر، تينزل داك العامل الذهني شويه تيأثر عليهم. راه شفنا الا لاحظنا، شفنا حتى في الضربات الترجيحيه ما بقاش ديك لا كونسونطراسيون ديال اللعاب، لان ما يمكنش هذيك. قلت لك راه ميسي راه فلتها. هذا تماك كما تنقول، خاص تماك اللاعب هو اللي الاسبوع كله. وتنقول لهم مقابله المغرب الفاسي سيتا ماتش دو بياج. دايما الاسبوع كله تنقول لهم ما عمري ياك لو جوور ماروكان راه هو اللاعب المغربي، راه العقل ديالو راه ماشي هاوي. يعني حنا يلاه وصلنا للاحتراف، يلاه حنا تنتعلموا، يلاه نزيدوا داك الشيء، يلاه لي سونتر دو فورماسيون غادي يتحلوا. يعني بكل صراحه اللاعب خاصو يكون يعني عقلي شارب، عقله تتكون مسؤوليه. فاش نجيو واخا هما ضربات الترجيحيه ضربت حد، انا تنقولها دائما تتكون لا كونسونطراسيون وتيكون لا شونس الزهر. يمكنش اش نقول لك، انا جد ماشي يعني بكل صراحه. انا ناوي بالفكر ديالي وبالعمل اللي تنقوم به بكل صراحه. انا تنلعب على الهجوم بزاف. انا ديك الفكره انني نسد ونحبس وندخل المدافع باش يبدا. انا لعبت اتاكا ما لعبتش مدافع. وانا كل ما نلعب المهاجمين راه شتي، راه هذاك اللي دخلته في الاخر عطى 2 كواري ديال البيت اللي هو ايوب بن عدي. يعني بكل صراحه اللاعبين جميعا. ليركي فاش دخل راه كره كاع قلنا بيت، قلنا هدف ديال الراس، تاز تري بون تايمينغ. الكره راه داخله، انا قلت داخله. يعني فاش نجي نحسبوا هاد الاهداف اللي تهضر، اتمنى نساو هذا الماتش. هذا هي راه شويه تؤلمني انا كثيرا،
نقول صراحة باغي نوصل للنهاية وباغي نمشي، وعندي طموح مشروع، لكن بكل صراحة أنا ما عرفش، والله إلا بالله ما عرفش كيفاش. نبقى دائما في عالم كرة القدم، لكن هذه المرة على مستوى الأمل، إذ تمكن أمل نادي الجيش الملكي من إلحاق هزيمة قاسية بأمل نادي الجمعية الرياضية السلوية ب3 أهداف للا شيء في المباراة التي جمعت بينهما بالمركز الرياضي المعمورة. وبالعودة إلى أطوار المباراة التي عرفت سيطرة العساكر، تمكن اللاعب العمراني من تسجيل الهدف الأول خلال الدقيقة 68، وواصل بذلك اللاعب التوبالي هز الشباك من خلال تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 73، ويختم بذلك اللاعب حواش النتيجة بتسجيل الهدف الثالث خلال الدقيقة 77. شباب نادي الجيش الملكي بدورهم تمكنوا خلال هذا الأسبوع من تحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة حصد الانتصارات، والضحية هذه المرة شباب نادي الجمعية السلوية، وتمكنوا من خلال هذه المباراة من تسجيل هدفين لهدف واحد لصالح نادينا، والذي تمكن لاعبوه من السيطرة على أطوار المباراة واللعب بأريحية، خصوصا وأنهم تمكنوا من إسقاط الخصم خلال الدقائق الأولى من المباراة التي عرفت بروز وكذلك تمكن وتميز لاعبين خلال الجولتين، والتي سجل من خلالها هدفين جميلين تمكنوا من خلاله من مواصلة الانتصارات. نواصل في كرة القدم، حيث استطاع فتيان نادي الجيش الملكي من مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية، وتمكنوا من إلحاق هزيمة أخرى، وهذه المرة على حساب فتيان جمعية سلا، والنتيجة 3 أهداف لهدفين. أهداف نادينا سجلها كل من اللاعب جباري في مناسبتين، وذلك خلال الدقيقة 9 وكذلك الدقيقة 33، فيما أنهى حصيلة الأهداف اللاعب الدغمي من ضربة جزاء خلال الدقيقة 81، ويتمكن بذلك فتيان نادينا من مواصلة تحقيق الانتصارات والبصم على مسار كروي جيد. وفي ختام النشر، استطاع صغار الجيش الملكي بدورهم الخروج مرفوعي الرأس خلال نهاية الأسبوع، وتمكنوا من الظفر بنقاط المباراة الثلاث التي جمعتهم بصغار جمعية سلا، والنتيجة 3 أهداف لهدف واحد. أهداف المباراة تناوب على تسجيلها كل من اللاعب القاسمي خلال الدقيقة 9 وكذلك اللاعب المغاري في مناسبتين، وذلك خلال الدقيقة 53 والدقيقة 65. نهاية العرض الإخباري، وهذا تذكير بأبرز العناوين. زعيم الأندية المغربية يسقط بضربة الترجيح أمام المغرب الفاسي في ربع نهائي كأس العرش. أمل الجيش الملكي يتألقون وينتصرون بالثلاثية على أمل جمعية سلا في البطولة الوطنية. صغار الجيش الملكي لكرة القدم يواصلون التألق ويحصدون انتصارا آخر على حساب الجمعية الرياضية السلوية. كما لا تنسوا مشاهدين زيارة موقعنا الإلكتروني aisfar.ma، وكذلك صفحتنا على الفيسبوك aisfar. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.